ازيك يا ماما؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ مالك قاعده كده ليه؟ قاعده على الارض كده ليه؟ هعمل ايه يعني يا اخويا؟ اديني قاعده مانيش لاقيه حاجه اعملها، ولا حد يبص في وشي ولا يطل عليا، اهي قاعده وخلاص. هو انا حد حتى بيسأل عليا ولا بيعبرني؟ طب بقولك ايه، ما تفتحي التلفزيون تتفرجي عليه عشان تسلي نفسك، ولا اقولك تعالي اقعدي فوق مع مراتي فوق شويه، تتكلمي مع بعض كده شويه وتسلوا بعض بدل ما انت قاعده لوحدك كده. لا يا اخويا، مش عايزه اقعد مع حد، كفايه انت تروح تقعد معاها وتسليها، خليني انا قاعده كده لوحدي بطولي. طب بقولك ايه، انا هطلع بقى شقتي لحسن انا جاي ميت من الحر، الجو بره فظيع والشقه هنا بصراحه حر، هطلع فوق بقى كده عشان الشقه بتاعتنا طراوه وجميله، وبالمره برضو اصل انا عاوزه اشوف مراتي. تشوف مراتك؟ مالها مراتك؟ هتكون نقصت حته ولا زادت حته؟ ما قاعده متلقحه زي ما هي، ما جرالهاش حاجه. مالك يا واد انت؟ ملحوق عليها كده ليه؟ الله، ما تصلب نفسك كده امال. هو ايه اللي زادت حته ونقصت حته؟ بقولك هطلع ابص على مراتي، فيها حاجه دي؟ يا اخويا فيها، ما احبش اشوفك كده واد نحنوح كده وخرع، بحب اشوفك كده راجل وماسك نفسك. نفسي كده تبقى راجل وللكلمه، بدل ما انت مدلوق عليها الدلقه السودا دي. ماشي ماشي يا حاجه، انا طالع، عايزه حاجه؟ شوف الواد طلع وسابني اكلم نفسي، قال عايزه حاجه، قال ده كانت خلفه سودا ومنيله، خلفة الندام. انا مش عارفه يا رب، يعني الواد الوحيد اللي حيلتي طالع عامل كده ليه؟ واد خرع كده وخيخه، كل شويه اطلع اشوف مراتي، ما عادش وراه غير مراتي، جاتك نيله انت ومراتك. انا مش فاهمه والله، هي عامله له عمل ولا عامله له ايه؟ هيموت عليها ومدلوق عليها الدلقه السودا دي ليه؟ يا منى يا منى. ايه ده؟ انت جيت يا محمود يا حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك يا روحي. ازيك انت يا حبيبتي؟ عامله ايه واخبارك ايه؟ وحشتيني والله. انا كويسه خالص والله الحمد لله. مالك كده؟ شكلك حران، هو الجو تحت صعب قوي كده؟ ده الجو تحت مولع نار، مش قادره اقولك عامل ازاي، ده انا مش قادره اخد نفسي من كتر الحر. نار يا حبيبي نار، عارف عبد الحليم حافظ لما كان بيقول نار يا حبيبي نار؟ ايوه عارفه الاغنيه دي، عبد الحليم حافظ. ده اكيد عمل الاغنيه دي مخصوص علشان الحر وشديه الحر اللي بتبقى في الصيف، بصراحه الواحد ما بيبقاش طايق نفسه خالص. هو شكله كده كان ماشي في الشارع، قامت الجو كان لقى حر نار، راح اتهف عليه الاغنيه، راح مغنيها على طول بسرعه. ايوه عندك حق والله. بقول لك ايه، ما تجيبي لي كده كوبايه عصير تكون ساقعه متلجه، لحسن انا هموت، ولا حتى شوفي لي ازازه ميه هموت، شوفي لي شويه تلج كده اصبهم فوق دماغي، لحسن انا مش عايزه اقول لك ريقي ناشف عامل زي الحطبه. بس كده من عينيا الاتنين، اجيب لك يا حبيبي بسرعه اللي انت عايزه. اقعد انت بس استريح وانا هجيب لك كل اللي نفسك فيه. يا سلام، مفيش احلى من البيت وطراوه البيت، واللي قاعده كده في البيت الواحد بيبقى واخد راحته. هما مالهم عمالين يضحكوا كده ليه وصوتهم عالي وبيكركروا؟ تلاقيه قاعدين مزاجهم حلو وسايبيني هنا اولع. ما هو جاي ملهوف عليها ومدلوق عليه وهيموت عليها، من حقها تعمل اكتر من كده وتفقع الضحكة تسمع اخر الشارع. والله لا طلع لهم فوق ومنكده عليهم، قاعدين يضحكوا من غيري وسايبيني كده قاعده اضرب اخماس في اسداس، والله لا طلع لهم. ما شوف بقى بيضحكوا على ايه ولاد الابلسه دول. هيا يا حبيبي، شربت العصير وانبسطت والحاجه الساقعه كمان وكلت البطيخ، ايه رايك بقى؟ لا يا حبيبتي والله تسلم ايدك، ده كانوا شويه عصير ما شربتش زيهم ومظبوطين كده وروقوني وبلوا ريقي. ازيكوا يا اخويا انت وهي؟ حماتي، ازاي كده؟ دخلت كده ازاي؟ تعالي اتفضلي يا حماتي. انا ادخل يا حبيبتي زي ما انا عايزه ومن المكان اللي انا عايزاه، محدش يحاسبني. تعالي يا ماما اتفضلي، تعالي اقعدي معانا شويه. ايه يا اخويا انت وهو الضحك اللي انتوا عمالين تضحكوا ده وصوتكوا عالي مسمع اخر الشارع؟ ده انا سامعاكوا وانا قاعده تحت في الشقه. اهو يا حاجه بنضحك، ليه ما انت شايفه الدنيا عامله ازاي وهموم الدنيا عامله ازاي، اهو اي حاجه بتطلعنا من اللي احنا فيه.
هموم؟ هموم ايه يا ابو هموم؟ قال ايه؟ يقول لي هموم الدنيا. وبعدين ده انا سامعه مراتك بترقع الضحكه ورا الضحكه قد كده. هو ينفع الكلام ده؟ دي اسمها قله ادب ومسخره. جرى ايه يا حاجه؟ قله ادب ومسخره ايه؟ ده انا جوزها وقاعد معاها، انا اللي قاعد معاها، مفيش حد تاني معاها في البيت. الله، هو في ايه؟ ما تضحك يا ست براحتها، هي مش قاعده في شقتها، ايه يعني المشكله؟ اعمل لك يا حماتي كوبايه عصير تشربيها؟ لا يا حبيبتي، مش عايزه عصير ولا عايزه حاجه، بس ما ينفعش صوتك العالي قوي ده تبقي قاعده كده في الشقه وعماله ترقعي الضحك قد كده، كل اللي في الشارع سامعينك. بقول لك ايه يا محمود، انا هروح بقى اغير هدومي علشان نخرج. طيب يا حبيبتي روحي انت البسي. في ايه يا ماما؟ في ايه اللي انت جيتي عملتيه ده؟ وبعدين ما فيش سبب لكل الكلام اللي انت قلتيه ده، يعني انا مش فاهم والله انت عملتي كده ليه وزعلتيها كده وخليتيها تمشي؟ ده احنا كنا بنضحك على كلمه كده قلناها مع بعض وهي ضحكت وانا كمان ضحكت على فكره، مش هي لوحدها اللي ضحكت. لا يا حبيبي ما يصحش، هي ست ما ينفعش صوتها يبقى عالي قوي كده وجايب اخر الشارع، وبعدين الشارع مليان شباب وولاد وستات برضو كلهم بيقلسوا. انت عاوزهم يقولوا علينا ايه؟ جايبين واحده في بيتنا قل ادبها؟ يا حاجه روقي كده، الموضوع مش مستاهل الزعيق والنرفزه اللي انت فيها دي كلها، ده حاجه بسيطه يعني. بقول لك ايه يا واد، انا مش عارفه النحناحه اللي انت فيها دي مالك كده وتخيخه ولازق لها كده لازقه سودا ومدلوق عليها وهتموت عليه. هي عامله لك ايه ولا سحره لك ولا عامله لك عمل ولا عامله لك ايه بالظبط؟ ده انت عديت عليا وقفت دقيقتين اتنين، ما هنش عليك تقعد معاه وطلعت تجري علشان خاطر تشوف السنيوره. ليه يا واد؟ هي مش كانت بايته في حضنك؟ امال انا يا واد عايز كده ترميني ما تعبرنيش؟ وعمالين تضحكوا وتكركروا وتقول لها روحي البسي عشان نخرج. خارجين رايحين فين يا موكوسين؟ ما تقول لي رايحين فين يا ولا؟ ما فيش يا حاجه، ده هي كان في فستان كده عاجبها ونفسها تشتريه، فانا هروح اجيبه لها. فستان؟ فستان يا ابو فستان، ما انا بقول لك هي انا على خلفتي السودة، ما انا قلت لك ان انت هي عامله لك عمل. هو انت ما بتقولهاش لا على حاجه خالص؟ كل حاجه حاضر وطيب ونعم ويا حبيبتي مش عارفه ايه امور الكهونه بتاعتك دي. بقول لك ايه، بعد كده لما مراتك تيجي تضحك يبقى قفل الشباك والازاز والبيبان وكل حاجه عشان ما حدش يسمعها ويقولوا علينا ايه، هنتفضح في الشارع. جرى ايه يا ماما؟ ما الازاز مقفول وكل حاجه مقفوله، انت مستكتره علينا نضحك الضحكه كمان؟ مش كفايه الهم اللي الواحد بيشوفه في حياته وفي شغله وفي كل حاجه؟ ده كل فين وفين على ما الواحد بيضحك ضحكه، انت ليه بتقولي كده وبتعملي كده ليه؟ لا يا حبيبي، اعملوا حساب الناس اللي حواليكوا بيضحكوا بصوت واطي شويه، ممكن يكون حد متخانق مع مراته، ضاربين بعض، في مشاكل، يقولوا ايه مبسوطين في حياتهم. حاضر يا ماما اللي انت عايزاه، المره الجايه لما اجي اضحك هنبقى نضحك بصوت واطي، هنكتم الضحكه لجوه. ولا اقول لك بلاش نضحك خالص، يجي لنا اكتئاب ونكتئب ونحزن ونعيط عشان انت تبقى مبسوطه ومرتاحه. يبقى احسن برضه ما تضحكوش، الضحك ملوش اي 60 لازمه. مش يلا يا محمود بقى يا حبيبي علشان نخرج؟ بقول لك ايه يا ماما، مراتي تعمل لك كده شويه عصير ولا حاجه ساقعه تشربيهم؟ لا يا حبيبي شكرا، مش عايزه حاجه ولا عايزه اشرب حاجه، انا شقتي مليانه بالخير وفيها كل حاجه، مش عايزه حاجه من حد. بقول لك ايه يا حماتي، انا عامله عصير فراوله انما ايه يجنن، هيعجبك قوي، ايه رايك اجيب لك كوبايه؟ لا يا اختي شكرا، لا فراوله ولا غيره، انا ماشيه رايحه شقتي. بقول لك ايه يا محمود، ما تيجي توديني للدكتور، اصل تعبانه قوي وحاسه ان رجليا بتوجعني من امبارح. دكتور ايه يا محمود؟ طب والمشوار بتاعنا؟ انا ومحمود يا حماتي متفقين ان احنا هننزل، وانا قلت له قدامك ان انا هروح البس علشان نخرج. دكتور ايه يا حاجه؟ دكتور ايه دلوقتي اللي انت عايزه تروحي له؟ انت ما قلتليش ليه الكلام ده من امبارح عشان ابقى عامل حسابي. بقول لك تعبانه يا ابني ورجليا بتوجعني، هو يعني التعب بيجي بميعاد؟ ده بيجي فجأة كده، ما انا ما كنتش اعرف انا كمان. وبعدين ما انت لابس اهوت وكنت هتخرج، يبقى انا اولى بقى توديني للدكتور بدل ما تصرف فلوسك في الفاضي على الفساتين والحاجات اللي ملهاش لازمه.
ما عندها هدوم كتير، فساتين وعبايات وجزم وشنط، عايزة ايه تاني؟ بتخرج بمش عارف ايه وتقعد في البيت بمش عارف ايه، لازم كل شوية تجيب لها يعني؟ ولا هو كتر فلوس وخلاص؟ يلا يا ابني قوم وديني للدكتور، بقولك رجليا مش قادرة اقف عليها، انا بقف في شقتي لوحدي اشتغل واطبخ واعمل كل حاجة، محدش بيساعدني، انا عايزة افضل واقفة على رجلي عشان اعمل كل حاجتي بنفسي، محدش يعمل لي حاجة. حاضر يا ماما اللي انت عايزاه. يعني ايه يا محمود؟ يعني احنا مش هنروح النهاردة نجيب الفستان؟ يعني مش هنخرج؟ طب هودي ماما للدكتور الاول، ولما اجي هبقى اخدك يا حبيبتي وننزل اجيب لك اللي انت عايزاه. لا يا حبيبتي، الوقت النهارده مش هينفع انه يخرج معاكي يجيب لك الفستان، هو هيخرج يا دوب معايا كده النهارده للدكتور، وبعدين هيجي يقعد معايا عشان يدهن لي الكريمات والحاجات اللي الدكتور هيكتبها، امال مين اللي هيعمل لي؟ خليك انت بقى لمره تانية، اي يوم تاني كده بقى ابقى اخرجي هاتي الفستان. ما انا امه يا حبيبتي وهو ابني الوحيد، لما اتعب مني يعني هيعمل لي ويقف جنبي. ايوه طبعا يا ماما، طبعا اللي انت عايزاه يا حبيبتي انا هعملهولك. ياني يا رجلي، ياني يا رجلي، تعبانه قوي مش قادره. انا هنزل يا محمود بقى عشان اغير هدومي، عشان استناك يا ابني ونروح للدكتور. انا مش فاهمه يا محمود والله، مامتك بتعمل معايا كده ليه؟ انا عملت لها ايه؟ هي اول ما سمعتني بضحك تطلع عشان تهزقني وتزعقلي وتشتمني، واول ما عرفت ان احنا خارجين قعدت تقول لك تعالى وديني للدكتور، مش مهم مراتك؟ قول لي بقى يا مامتك بتعمل كده ليه؟ يا بنتي يا عبيطه يا عبيطه، انت مش فاهمه هي بتعمل كده ليه؟ دي بتغير منك عشان عارفه ان انا بحبك ومهتم بيكي، فلازم تعمل كده، دي كلها امور غيره مش حاجه يعني. معلش يا ستي، هي ست كبيره، معلش اعذريها وخديها على قد عقلها، واعتبريها يا ستي زي مامتك، دي ست كبيره برضو، علشان خاطري انا عايزك كده تعدي الامور وما توقفيش الدنيا وتعقديها. هي حاسه ان انا بقيت ببعد عنها كتير وما عدتش بقعد معاها زي الاول ومهتم بيكي وكده، فطبعا لازم تغير. ما تنسيش ان انا قبل كده كنت عايش حياتي كلها معاها وان انا ابنها الوحيد، ولما اتجوزت بعدت عنها وبقيت قاعد مع مراتي اكتر الوقت، فطبعا لازم تفكيرها يتغير. انا عايزه اقول لكل ست حما بتغير من مرات ابنها وبتبص لابنها انه بيحب مراته، عايزه اقول لك ان حب ابنك ليكي غير حب ابنك لمراته خالص، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. ما تحطيش نفسك في مقارنه ابدا مع مرات ابنك، لان هو بيحبكوا انتوا الاتنين، ما بيحبش حد، في حد ما بيحبوش وحد تاني لا ما بيحبوش، هو بيحبكوا انتوا الاتنين، لكن في فرق في المعامله، لان كل واحد مختلف عن التاني، هو بيحب امه استحاله ما يحبش امه، وبيحب برضه مراته. وبلاش تعملي مشاكل بين ابنك ومراته وتغيري منها، بالعكس لازم تخليه يحبها علشان حياته تستمر ويبقى سعيد في حياته. صدقيني لو حصل بينهم اي مشاكل ابنك مش هيبقى مبسوط ولا مرتاح، بالعكس هيبقى زعلان ومتنكد ومغموم، وممكن حياته كلها تبوظ، وانت طبعا مش هترضي تبقي شايفاه كده ويبقى عايز يبدأ حياة من اول وجديد. ويا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده والرسالة وصلت لكم، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ورسالة جديدة ان شاء الله.